مرحبا بكم. كيف كانت حياة كريستيانو رونالدو قبل شهرته وقبل أن ينتقل إلى فريقه الحالي؟ كيف أصبح مشهورا إلى هذا الحد؟ وهل كان يحزن ويبكي حقا عندما كان فريقه يخسر ونال لقب البكاء؟ اليوم سنتعرف على حياة كريستيانو قبل شهرته وقصة نجاحه المذهلة. ولكن قبل أن نبدأ الفيديو ادعمونا بإعجاب لاستمرار تلك النوعية من الفيديوهات. كريستيانو رونالدو الذي بلغ الآن 31 عاما ولد في جزيرة ماديرا والتي تعد جزءا من البرتغال. وكان والده جوزي ديني سافيرو بستاني بسيط يعمل في الحدائق، وكانت والدته تدعى ماريا. أحبه والديه كثيرا منذ صغره لأنه كان الطفل الأصغر في العائلة، وسمي رونالدو بهذا الاسم نتيجة حب والده للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان. عاشت عائلته حالة سيئة من الفقر، ولكنهم لم يكونوا بحاجة إلى أي شيء. وقال رونالدو أن أول هدية حصل عليها من أبيه هي كرة قدم، والتي لا يزال يحتفظ بها حتى الآن. ويقول رونالدو أنه دائما ما يتذكر لعبه الدائم في الشارع، وقد كان حريصا جدا على اللعب لدرجة نسيانه لمواعيد الغذاء والعشاء، ويظل جائعا طوال اليوم. ويقول أنه بدلا من تدريسه للدروس كان يتسلل من نافذة غرفة نومه ومعه كرة ويذهب للعب بالكرة، وكان يجلس لتناول الطعام مع أصدقائه ليحدد معهم فقط ميعاد المباراة القادمة. وعندما أصبح رونالدو في 8 من عمره اشترك له والده في فريق كرة القدم للأطفال. قال رونالدو: لقد جاء أبي ذات يوم وقال لي: هل تريد الانضمام لفريق كرة القدم الذي أدربه؟ فقلت له: نعم، ولم لا. ومن هنا أظهر قيادته وظهرت الصفات التي أصبحت في وقت لاحق مفتاح النجاح له في المستقبل. وعندما بلغ رونالدو سن 10 أصبحت كرة القدم تمثل رقم 1 في حياته. انضم إلى فرق الجزيرة الرائدة وظل معهم لمدة موسم كامل برتبة قائد الفريق، وقد كان واضحا بالفعل أن الصبي يتمتع بسرعة كبيرة في الحركة. وبعد عام واحد فقط حصل على مشاهدة لمدة 3 أيام في واحدة من أفضل الأندية البرتغالية لشبونة، وبعد ذلك تهافت عليه الجميع لشرائه. هذا يعني أن رونالدو ذو 11 عام كان يتمتع بسرعة في الحركة مثل العاصفة. وعلى الرغم من أن طوله كان قليل وكان يعاني من نقصان في الوزن، ولذلك ظل خلفه مدرب اللياقة البدنية لمدة 6 سنوات حتى بنى جسمه. وأخيرا سمح للاعب كرة القدم البالغ من العمر 17 عام من عمره باللعب. انطلق إلى المعركة وفي عمر 18 عام أصبح لاعبا أساسيا في فريقه. يقول رونالدو أنه منذ البداية كان يعتقد أنه يجب عليه أن يكون مختلف عن الآخرين، وبالفعل شعر بذلك التميز بعد فوز فريق سبورتنغ 3-0، وذلك بفضله. ثم مع فريق مانشستر الإنجليزية أمام الشياطين الحمر والذي خسروا فيها 3-1، وأزعجهم أن من قام بالتسجيل هو الشاب رونالدو. وقد سعى مدرب مانشستر للحصول على رونالدو حتى تمكن بالفعل من ذلك، وبشكل عاجل دفع أليكس فيرغسون 17 مليون دولار للحصول على ذلك الشاب ذو 18 عام فقط. ويقول رونالدو: أتدرب كل يوم حتى أحسن من نفسي، وأحببت أن أكون جزءا من الفريق. أول شيء طلبه رونالدو من مانشستر أن يلعب برقم 28، لكنه لم يتمكن من الحصول عليها وحصل على رقم 7، وهو الرقم الذي يعود للأسطورة الإنجليزية ديفيد بيكام. وعند دخول كريستيانو في الشوط الثاني خسر فريق بولتون، وأرسل رونالدو لمرمى الخصم هدفين منهم ضربة جزاء. وبعدما قام الجمهور بالتصفيق والوقوف له، وفي اليوم التالي كتبت كل الصحف عن واحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق في تاريخ مانشستر. وفي العام التالي لعب رونالدو مع منتخب البرتغال عام 2004، وعلى الرغم من خسارة البرتغال أمام اليونان إلا أن رونالدو حصل على لقب أفضل لاعب في هذه البطولة، إلا أنه لم يستطع أن يمسك دموعه بعد سماعه ذلك الخبر، ورفض حصوله على الميدالية الفضية. مر الوقت ووصل سعر بطلنا المحبوب إلى 700 ألف دولار شهريا، وأصبح رونالدو بذلك أعلى لاعب أجرا في الفريق. وبعد عام وقع على عقد جديد مع مانشستر يونايتد براتب 840 ألف دولار في الشهر، وأصبح هداف الموسم بتسجيله 31 هدف. فاز لاعب خط الوسط الأول بالحذاء الذهبي، وفي الموسم التالي سجل 42 هدف وحصل على الكرة الذهبية، ولقب بأفضل لاعب في العالم.
يمتلك كريستيانو بالفعل 5 كرات ذهبية، وهو الآن يلعب في فريق يوفنتوس الإيطالي. كان رونالدو هو أفضل هداف في تاريخ فريقه السابق ريال مدريد، وهو تقريبا حصل على كل الجوائز الفردية، وشارك كذلك في العديد من الإعلانات التجارية. كانت هذه هي قصة حياة كريستيانو رونالدو قبل شهرته. أخبرونا بآرائكم حول هذا الموضوع في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.